يا مساء الفل. خسرنا الدوري مركز ثالث، رايحين نلعب كونفدرالية. يمكن جمل تقيلة قوي على ودن أي أهلاوي ممكن يسمعها ومش متعودين عليها كتير. أي نعم، مرينا بكبوات كتيرة قبل كده، بس يمكن الموسم ده مختلف شوية عشان شفنا فيه مواقف أو قرارات من الإدارة أو حتى من اللعيبة أو من الجمهور عموما والسوشيال ميديا كان فيها مشاكل كتير وكان فيها لغط كتير وأثرت على علاقة الإدارة بالجمهور باللعيبة. فالموضوع كان مختلف شوية الموسم ده وكان نتاج لمجموعة سنين انت بتغلط فيها اخطاء وقرارات كتيرة غلط ورا بعض. فطبيعي ان انت هتيجي في موسم الدنيا هتقع منك، وده كان منطقي جدا. بس اللي مش غريب علينا ان احنا دايما بعد المشاكل دي بنقوم تاني وبنقف على رجلينا وبنفوق بسرعة. ما عندناش ان احنا نقعد كذا سنة ورا بعض الدنيا واقعة عندنا، بس علشان تصلح لازم تعرف ايه مشاكلك، لازم تعرف غلطاتك فين وانت كنت بتعمل ايه اثر على الموسم كله. ويمكن ده هيبقى فيديو دردشة مش اكتر. رأيي انا نوعا ما في الحتة دي مش سكريبت، مش حاجة انا عاملها كفيديو. يعني انا بقول رأيي عموما، لان الموسم فيه حاجات كتيرة جدا ممكن نتكلم عليها، ممكن نبقى نسردها بقى في فيديوهات تانية او مثلا في هتلاقيه في بوستز. الكلام ده كله هتلاقيه موجود اصلا، ناس كتيرة اتكلمت فيه الفترة اللي فاتت. انا هقول الموضوع من وجهة نظري لان يعني مش طبيعي اللي حصل الفترة اللي فاتت دي وكان لازم نتكلم فيه كلنا. يعني حتى الاهلاويه اللي كانت بتقول لا هنستنى لحد اخر الموسم ونشوف النتيجة ايه، ادعم استنى شوف الدنيا هتبقى عاملة ازاي. على ما اظن النتيجة واضحة دلوقتي، ويعني خلاص ده وقت الكلام ووقت الحساب. الإدارة لازم حد، يعني سوري في اللفظ، يفوقها شوية، ولازم تسمع لصوت جمهورها. لأن في الأول وفي الآخر هو جمهورها ده اللي باقي لها، ولا إعلام باقي لها، ولا أي حاجة في السوشيال ميديا حتى باقي لها. جمهور النادي الأهلي هو اللي باقي لها. وجمهور، أنا بتكلم على الجمهور عموما، يعني مش بتكلم على فئة معينة في الجمهور، أنا بتكلم على جمهور النادي الأهلي. فهحاول في الفيديو ده إن أنا أتكلم على شوية نقط كده بسرعة، يعني مش هحاول إن أنا أطول قوي فيها. وده فيديو جديد طبعا على الناس اللي عارفاني ان انا دايما بقدم فيديوهات عن التاريخ او الكلام ده كله. بمناسبة موضوع التاريخ برضو عشان الناس تبقى فاهمة، يا جماعة انا ولا مؤرخ ولا انا صحفي ولا انا واحد بعرف ادور شوية على حاجات كده او معلومات عن النادي الاهلي، فاللي بلاقيه بطلع اتكلم فيه. محب شوية لتاريخ النادي الاهلي، ولا انا مؤرخ ولا كاتب ولا صحفي ولا اي حاجة. فوارد ان انا اغلط، وارد ان انا اقول معلومة وارجع فيها، ده طبيعي جدا. لان انا اجيب معلومات في التاريخ في فترات بعيده قوي، وبالذات ان المصادر قليله شويه وصعب حتى ان انت توصل لها، فوارد ان الواحد برضو ممكن يغلط. فعشان كده انا ما بحبش لقب تاريخ او مؤرخ او الكلام، يعني كلام كبير قوي عليا. يعني غيري يستحقوا، في ناس غيري على السوشيال ميديا في النادي الاهلي مشجعين حتى لو ما لهمش علاقه بميديا الاهلي او بالقناه بتاعت النادي الاهلي، فهم موجودين على السوشيال ميديا بيتكلموا زي حلاوه احمدي، عزت رمضان. في ناس كتيره جدا بتتكلم في تاريخ النادي الاهلي، دول يستحقوا الالقاب دي ويستحقوا، لان انا يعني بالبلدي كده انا بشف منهم او باخد معلومات كتيره منهم. فبحاول ان انا انقل الصوره دي او اعملها بشكل فيديو، بما ان انا واحد بحب النادي الاهلي او بحب تاريخ النادي الاهلي. نرجع تاني بس لموضوع الفيديو، وقبل ما ابدا كده شويه في الكلام عن الاداره واداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي وسوشيال ميديا النادي الاهلي والوضع اللي احنا كنا فيه الفتره اللي فاتت. نفتكر اخواتنا في فلسطين، ادعوا لهم، كملوا في المقاطعة وبإذن ربنا ينصرهم يعني. وندخل بقى في موضوع الفيديو. وبما ان انا اتكلمت في حتة التاريخ، فسمعت جملة كتيرة الفترة اللي فاتت ان ده أسوأ موسم في تاريخ النادي الأهلي. لو هنتكلم كحقبة زمنية فلا، هو مش ده أسوأ موسم. هو ممكن يكون أسوأ موسم بالنسبة لنا احنا عشناه، او أسوأ موسم احنا عشناه كقرارات، مش حتى بطولات او الكلام ده كله. لان تاريخيا حتى النادي الأهلي مش ما بيتهزش بخسارة بطولة، او ما فيش الحتة بتاعت ان انا لو ما كسبتش بطولة الدنيا بتتهد. بس ببساطة كده عشان الناس تفهم انا ليه بستحضر دايما حتت في التاريخ لما باجي اتكلم عن مواقف دلوقتي. لان احنا عايشين على ارث احنا بنسلمه جيل ورا جيل. النادي الاهلي في اي موقف هتشوفه اذا كان قديم او جديد هتلاقيه دايما بيستحضر حاجات قديمة وماشي عليها، لان هو ده الصح وده اللي انت اتبنيت عليه اصلا. حتى لو في ايقافات لاعبين، عقوبات لعيبة، النادي الاهلي فوق الجميع، قيم والمبادئ، الكلام ده كله اتبنى على مر سنين. والسنين دي انت ما ينفعش تمحيها. يعني السنين دي انت
كنادي اهلي اصلا مبني على اساس الفترات دي، وكله بيتعلم من بعضه وكله بينقل من بعضه الخبرات دي والمواقف دي. فعشان كده انت بقيت النادي الاهلي اللي موجود دلوقتي. فلما باجي اتكلم عن حاجه في التاريخ او بربط حاجه في التاريخ بالحاضر، بتبقى يعني كدلاله عن اللي ممكن يحصل دلوقتي. بمناسبه التاريخ، انا كنت عملت بوست من فتره، من فتره طويله شويه. التتش كان بعد ما طلع على المعاش، جريده الاهرام عملت زي ريبورت كده عن حال الكره المصريه. وكان في الفتره دي طبعا النادي الاهلي كان سيء جدا في الستينات، واتكلم مختار التتش عن الموضوع ده شويه باستفاضه وبصراحه، لان كان معروف عن مختار التتش ان هو بيتكلم بصراحه شويه وما بيهابش حد وما بيخافش من حد. هو كان كل مصلحته النادي الاهلي. وهحاول ان انا انزل لكم صور في الفيديو يعني عن التقرير ده. هو كان حديث مبسط من الاهرام مع مختار التتش عن حال الاهلي وحال الكره المصريه. النادي الاهلي كان في الفتره دي، عشان الناس اللي بتقول انت كنت بتمر او الفتره دي انت بتمر باسوا فتره ليك، لا هو كان في فترات اكتر من كده. والغريب التشابه في الاحداث والترابط اللي ما بين الكلام بتاع مختار التتش والكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي احنا كسوشيال ميديا اهلي. فببساطه كده في يوم 16/10/65 كان عنوان جريده الاهرام كابتن مصر على المعاش. وطبعا الصوره من جريده الاهرام هتبقى موضحه قدامكم، بس انا يعني هتكلم في الحته اللي انا عايز اتكلم فيها، او الجزء اللي يخص النادي الاهلي في الموضوع ده. جزء من التقرير كده كان بيتكلم عن ان النادي الاهلي بيمر بمحنه، وان احنا بقالنا 3 سنين النادي الاهلي في محنه وجمهوره حزين او جمهوره في حزن. ومختار التتش ساعتها وضح وقال ان لازم تتغير الاوضاع الخطا حتى يمكن ان يعيد مجد الاهلي او تعيد مجد الاهلي. ده طبعا بعد فتره اخفاق 3 سنين في فتره الستينات. وتكمله للخبر، وهحاول ان انا اقراه لكم برضه عشان لو الصوره مش واضحه قوي. يعني في جزء من الخبر تحت عنوان كره القدم ايام زمان، الحقيقه انه في الوقت الذي يترك فيه التتش منصبه كوكيل وزاره يبدا مرحله جديده لخدمه الاهلي بعد ان تدهور حاله خلال السنوات الاخيره. ان الرجل الصريح يعلن دائما ان كره القدم في بلدنا ليست بخير. لماذا؟ ويا ريت بقى نركز في الماذا دي، لان ده التشابه اللي ما بين الحاضر والماضي. يقول التتش: لا يوجد الان اللاعب المخلص الذي يتحمل المسؤوليه، ولا الاداري الكفء، ولا المدرب الجاد. وهو ده اللي بيحصل دلوقتي. وطبعا في جزء كان بيتكلم فيه عن ايام زمان والكلام ده، بس انا برضو هرجع للحته اللي تخص النادي الاهلي. وهو قال كده نصا: لاعبون ليسوا محترفون ولا هواة، اصبحت الكره وسيله لاهداف اخرى، للشهره، للحصول على المبالغ الطائله، لقضاء نزوات طائشه. واللاعب يعرف انه سيقبض مكافاه سواء اجاد في المباراه ام لا، او لعب باستهتار. وطبعا نتكلم عن اعتزاله للكره والكلام ده كله. نرجع الوقت الحاضر اللي احنا فيه دلوقتي، وفي التشابه ما بين الاحداث دي. وطبعا مختار التتش اتكلم في المقال ده عن حاجات كتيره جدا، ممكن ابقى اوضحها في فيديو تاني لوحده او ريل مثلا صغير ممكن ابقى اتكلم فيه عن المقاله دي باختصار. طبعا دي على عهده الاهرام. يعني ان من زمان، عشان الناس اللي بتقول دلوقتي ان اللعيبه دلوقتي همها الفلوس وهمها الشهره وبتدور على الشو وان هو بيحب السوشيال ميديا والكلام ده كله، طبعا باختلاف الزمن واختلاف الطريقه، بس زمان كان ده برضو موجود. ايه اللي حصل او ايه اللي ممكن يكون اتغير على مر الزمن؟ طبعا التكنولوجيا مختلفه، الطريقه بتاعه التعامل اللعيبه مع النادي بقت مختلفه، بس الاحداث متشابهه جدا. وفي نفس التقرير ده على فكره مختار التتش لام الجمهور في جزئيه كده، طبعا هبقى اتكلم عليها في الاخر خالص. يعني انا هقولها في سياق الخبر، بس هبقى اتكلم عليها في جزء متاخر شويه من الفيديو في حته الجمهور. ان جمهور الاهلي كان في الفتره دي بيشجع اللعيبه باي شكل ايا كان، يعني هم حلوين وحشين هو بيحب اللعيبه. وده كان هو شايفه غلط جدا، ان انت ما تديش للعيب اكبر من حجمه، ما لازم تقرص على اللعيب. حتى هو كان بيقول، طبعا انا مختلف جدا في الحته دي، ان انت لازم تبطل تشجيع اللعيبه شويه علشان اللعيبه دي تحس باللي هم بيعملوه. طبعا انا بتكلم ده بعد 3 سنين النادي الاهلي كان وحش فيهم، انا مش بتكلم من اول سنه. المتشابه بقى في الخبر ده ان النادي الاهلي في الفتره دي كان عنده لعيبه وكان عنده اداريين وكان عنده مدربين غير اكفاء. فانت وصلت للمرحله دي دلوقتي، انت الاداره عندها كم اخطاء رهيب. وهتكلم انا هنقل بقى دلوقتي عن جزء الاداره ده. واللعيبه مستهترين جدا، ودول لهم جزء لوحدهم برضو في الفيديو، لان انا مش شايف ان اللعيبه اللي عندنا دي بقت مستحمله شويه حته الفانيلا اللي هم لابسينها، ومش حاسين بقيمتها ومش حاسين بالشعار اللي هم لابسينه. وده طبعا نتاج اخطاء كتيره حصلت على مدار المواسم اللي فاتت، وهنتكلم فيها برضو شويه. يعني اداره النادي الاهلي متمثله في كابتن محمود الخطيب عملت كم اخطاء في خلال السنين اللي فاتت دي لا يغتفر، وهو اللي وصلك للمرحله دي دلوقتي. وهو اللي وصلك دلوقتي ان انت بتنتقد كابتن الخطيب، وطبعا عشان هو رئيس المنظومه او راس البيت عموما يعني. وبرضو توضيح علشان انا من الناس اللي بتحب جدا كابتن محمود الخطيب، هو مش انتقاد لشخصه ومش انتقاد لاسمه، لان طبعا ده اسطوره من اساطير النادي محدش هيقدر
ينكر، وعمل انجازات كتيره جوه النادي الاهلي برضو ما حدش هيقدر ينكر. لكن وبالمناسبه يعني انا في صوره ليه عندي متعلقه هي، يعني عشان برضو الناس تبقى الدنيا واضحه. لكن اسم كابتن محمود الخطيب هو رئيس النادي الاهلي، هو رئيس البيت ده، رئيس الكيان ده. وطبيعي لما انت تبقى راس البيت وشخص يعني عندك كم خبرات وكم تجارب مع النادي الاهلي على مدار سنين طويله كلاعب وكاداري وكرئيس نادي، الاخطاء دي بتبقى غريبه على الجمهور، فلازم ينتقدك ولازم تتقبل النقد. لان بصراحه كده، بمنتهى الصراحه، جمهور النادي الاهلي هو اللي عمل كابتن محمود الخطيب، هو اللي عمل ابو تريكه، هو اللي عمل غيرهم، هو الاساس في كل حاجه. جمهور النادي الاهلي هو اساس المنظومه دي. طبيعي ان لازم تسمع منه وتسمع صوته، اذا كان جمهور مدرج او جمهور سوشيال ميديا او حتى الناس اللي في الشارع العاديه. وكنا بنستحضر مواقف قديمه زي مثلا قصه كابتن طارق سليم لما كان بيقف قدام قدام ملعب التتش يسمع للجمهور اللي ماشي في الشارع عادي جدا وينقل الكلام ده. باشمهندس القيعي لما جه يتكلم في تقرير في الاهلي نيوز تقريبا، انا او الاهلي او موقع الاهلي، مش موقع الاهلي الرسمي، كان في موقع اسمه النادي الاهلي او الاهلي نيوز، انا مش متذكر قوي الاسم ده، مع امجد الغنيمي. انا فاكر ان امجد الغنيمي كان هو اللي عامل التقرير ده يعني. وكانوا بيتكلموا عن جمله كابتن صالح سليم ان الاهلي لا يضر من المدرجات. القيعي ذات نفسه مع حفظ الالقاب طبعا قال ان طبعا الجمله دي اتقالت وان الاهلي لا يضر من المدرجات، لكن كانت كل خطوه بنعملها بنحسبها بناء عن كلام الجمهور. فحتى في فتره كابتن صالح سليم اللي احنا بنقول ان ده اكبر شخصيه، عايز اوضحها بشكل كده بسيط، يعني شخصيه قويه جدا في تاريخ النادي الاهلي. نختلف او نتفق طبعا، في ناس هتقول لك لا، في ناس اقدم، في ناس اجدد، يعني ما علينا، بس يعني احنا بنتكلم على الرؤيه العامه يعني لجمهور النادي الاهلي. شايفين كابتن صالح سليم هو اقوى شخصية من الرؤساء اللي مسكت النادي الاهلي، كان بيسمع للجمهور وكان بيسمع صوت الجمهور. وفي احداث احنا حكيناها قبل كده كتير وممكن نبقى نحكيها تاني في بعدين، يعني كان كابتن صالح سليم بيسمع للجمهور. طبيعي جدا ان ادارة النادي الاهلي تسمع لجمهورها. اللي احنا بنشوفه دلوقتي لا، ادارة النادي الاهلي مهمشة صوت الجمهور جدا، ما بتسمعش لحد، ما بتسمعش الانتقاد. فالموضوع ابتدى يبقى ضغط كبير جدا على الناس، يشوفوا ان لا، ادارة ما بتسمعش لجمهورها. الاداره ده الجاب يوسع جدا ما بين الاداره والجمهور، ودي حاجه وحشه جدا 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 في الفتره دي. وهو ده اللي انا متضايق منه اصلا، ان يبقى في مسافه ما بينك وما بين الاداره، ويبقى في مسافه ما بينك وما بين اللعيبه. انت كجمهور دورك التشجيع والمؤازره وان انت تبقى ورا اللعيبه والاداره وقراراتها والكلام ده كله. بس الاداره بايديها قدرت ان هي تعمل ازمه ما بينك وما بينها هي شخصيا. الموضوع ممكن يبقى بقى فيه اسماء كتير انا مش عايز اذكرهم بصراحه عشان يعني مش وقته، بس طبعا احنا عارفين اللي هيقول لك اللجان، واللي هيقول لك المركز الاعلامي، واللي هيقول لك مش عارف ايه. كل الكلام ده حطه كده كله كباكج واحده، هو ده السبب في بعد الجمهور عن الاداره، وبالاخص السوشيال ميديا اللي المفروض ان هي الدرع الاول اصلا ليك كاداره في الدفاع عنك. هي اللي يعني ولا جريده ولا قناه، وانا اسف مع احترامي طبعا لكل الناس وهذكر اسامي في الفيديو ده، ولا جريده ولا قناه ولا اي حد هو اللي ليه قوه او ليه القدره ان هو يدافع عنك قد السوشيال ميديا وجمهورك. مش مفيش حد هيقدر يدافع عنك قد جمهور المدرج. الناس دي اللي المفروض ان انت اصلا تدعمها، يعني ده الاساس بتاعك، ده اللي هيقدر يدافع عن النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي. هو ما عندوش مشكله شخصيه معاك، هو ما عندوش مشكله مع اسماء موجوده جوه النادي، هو ما عنده مشكله مع قرارات اداره النادي الاهلي. ابتدى من وجهه نظري طبعا، انت بقالك سنتين ثلاثه في مشاكل، وفي مشاكل اداريه وفي مشاكل في الصفقات، ومشاكل في ملف الجمهور، وفي مشاكل في اختيار الاسماء اللي بتشتغل جوه النادي. بس لما تيجي تبص للموضوع او وجهه نظر انا برضو، ان الجاب ده وسع قوي بعد قرار الانسحاب. بعد قرار الانسحاب جمهور النادي الاهلي يعني هقولها بالبلدي كده، بقى عنده فقدان ثقه بالاداره دي، ما بقاش قادر ان هو يسمع لها تاني او يتعامل معاها بالشكل اللي زي كنا بنتعامل بيه في الفتره اللي قبليها. ممكن اتغاضى عن خطا، ممكن اتغاضى عن صفقه، موسم وحش فيه ماشي، لان انت بعد كده بتقوم وبتقف وبتكسب بطولات، فالدنيا كانت بتعدي وده مش صح. يعني انا وجهه نظري برضو ان الفتره حتى اللي انت كنت ساكت فيها كان بتكسب بطولات فالدنيا بتعدي، بس ده كان غلط، لان انت كان في مشاكل واضحه جدا اصلا المفروض ان انت تحط ايدك عليها. بس ما علينا، بعد قرار الانسحاب ابتدى الموضوع
يوسع قوي ما بين الجمهور والاداره، واللي شايف الاداره غلط، واللي شايف ان لا ما ينفعش نعمل كده، وان ده مش النادي الاهلي، واللي شايف ان انا لا لازم ادعم قرار النادي، واللي شايف لا استنى اشوف القرار النهائي هيبقى ايه واشوف انا هكسب الدوري ولا لا. بس من بعديها حتى المؤيد لقرار النادي الاهلي او مؤيد لقرار الاداره لقى ان الموضوع لا مبوخ، وان القرارات الانفعاليه دي او القرار في لحظتها كان قرار انفعالي ما كانش ينفع يتاخد بالشكل ده، وان انت فقدت. حتى انا كنت بتكلم مع ويكا من البيت، يعني في حلقه من البيت، قلت له انت حرقت الكارت او اقوى كارت عندك انت كنت ممكن تستخدمه بعد كده. انت كنت ممكن تلوح بالانسحاب قبل كده، ماشي، واقول انا هعمل هسوي وما بتنسحبش والدنيا بتمشي، لكن مع اللحظه دي انت لقيت ان اداره النادي الاهلي حرقت اهم كارت بالنسبه لها في موقف كان ممكن يعدي، وكنت انت ممكن تصلحه اصلا من قبليها، من وقت القرعه اللي اتعملت في الفجر. لو انت مش موافق حتى عليها كنت المفروض تطلع تقول انا معترض، بس ده ما حصلش، واخدت قرار الانسحاب. طبعا الله اعلم باللي حصل جوه النادي في الفتره دي، بس انا كنت بشوف ان ده سبب من اسباب بعد الاداره عن الجمهور. نيجي بعديها شويه صفقات حصلت وشويه مواقف حصلت، انت كده وصلت مع الجمهور لمرحله يعني هو مش هيقدر ان هو يسامحك عليها. وخليني اقول لك ان التعامل مع نادي معين او لعيبه معينه من النادي ده، دي كانت بدايه ان الجمهور بقى خلاص هو الموضوع كده قفل معاه ضبه ومفتاح، وانت يعني بتاخد قرارات غريبه معرفش ليه، معرفش ايه السبب. يعني حتى لما اجي ابص لها حتى بنظره فنيه، لعيب زي اللي انت جبته زي احمد عيد، واديني بقول اسمه اهو، ولا فنيا كويس ولا موهبه مثلا قويه جدا جايه صاعده واعده هتعمل لك الفارق. ايه بقى سببها ان انت تتعامل معاه؟ الله اعلم، محدش يعرف. اللحظه دي خلاص انت كده كسرت كل حاجه ما بينك وما بين الجمهور. طبعا جت بانتقالات يناير والصفقات اللي اتعملت وتاخرك في الجدول والمشاكل اللي حصلت بقى كتير في الفتره دي، فابتدى الجمهور يبعد عنك خالص كاداره. انت كاداره في الفتره دي كنت المفروض من قبل حتى مطالب الجمهور ان انت تبدا تصلح، لان انت عندك مشاكل في العقود، اذا كان عقود مدربين او عقود لعيبه، وظهر ان انت حتى اختياراتك الفنيه مش احسن حاجه. مش هلوم كابتن سيد واستاذ ياسين على الفتره دي، لان هم لسه جداد في الحته دي او لسه جايين جديد في الحته دي، فلا لازم اديهم فتره ان هم، ده رايي الشخصي انا، يعني ده رايي انا، ان حتى لو عملوا اخطاء زي اللي بيقولوا ان كابتن سيد هو اللي جاب كاموش او ايا كان مين اللي جابه، انا مش هقدر الوم كابتن سيد او استاذ ياسين عن الفتره دي. احنا اخدنا وعود منهم بتصحيح، وهنشوف اذا كان التصحيح ده هيجيب نتيجه اصلا ولا لا، ساعتها هقدر احكم على الفتره دي. بس انا هحكم على الاداره ذات نفسها متمثله في كابتن محمود الخطيب، لان هو ده رئيس البيت، هو ده اللي المفروض ان انا اتكلم معاه. انا كل اللي تحت المنظومه دي هم من اختيارات كابتن محمود الخطيب او من اختيارات مجلس الاداره، اذا كان في المنظومه الاعلاميه او في الاداره او في السكاوتنج او في مديرين التعاقدات اللي مروا علينا في الفتره دي كلها. كل ده من اختياراتك، فالنقد واللوم هيبقى موجه لكابتن محمود الخطيب، لان انت اللي عملت الموسم ده. انت عندك كم خبرات وكم تجارب عديت بيها في مراحل مختلفه كتير، المفروض تخليك على الاقل الاخطاء البسيطه دي ما تحصلش وما تحصلش بالشكل الفج ده. الاداره تتحمل جزء كبير جدا من الموسم ده متمثله في كابتن محمود الخطيب. هعيدها واكررها تاني، لان انا ما بلومش او ما بنتقدش كابتن محمود في شخصه، انا بنتقد فيه كقرارات، وان هو اسمه رئيس النادي الاهلي، هو ده اللي المفروض ان انا اعمله، ان انا انتقد المسمى مش الشخص. اي حد وده حصل في السوشيال ميديا في الفتره اللي فاتت هيتعدى على كابتن محمود الخطيب هيتوقف ضده من سوشيال ميديا النادي الاهلي. ده حصل بالفعل وحصل مني انا شخصيا، على قد ما انا متضايق من قرارات ومتضايق من مواقف حصلت في الفتره اللي فاتت، بس اي حد هيجي على اي رمز من رموز النادي الاهلي احنا بنتصدى له، اذا كان ببوستز او بفيديو او حتى ببرامج او ايا كان. فالاداره حصل فيها مشكله، ده الجزء الاولاني من الاداره. طبعا المنظومه الاعلاميه، وبالنهارده بالصدفه ان انا بصور النهارده بالصدفه جريده النادي الاهلي او مجله النادي الاهلي منزله يعني مقاله كده، انا ما اعرفش هي نازله ليه، وحته ان انا اقعد اقارن. اصل انت لما انا اخدت الدوري في فتره كذا كنت، او انت لما اخدت الدوري كنادي زمالك انا كنت في الستينات مش عارف متر مش عارف ايه بكام، ومع احترامي والله بجد والله مع احترامي، ده ما يليقش بالنادي الاهلي، دي مش مجله النادي الاهلي. انا كواحد من الناس عايز
عايز مجله النادي الاهلي يبقى فيها اخبار عن النادي الاهلي، يبقى فيها معلومات عن النادي الاهلي، جزء تاريخي عن النادي الاهلي، ردود صحفيه بطريقه منمقه شويه، او بطريقه يعني الواحد يقدر حتى يستخدمها كماتيريال في الرد. لان انتوا كلنا بنتعلم من بعض. الناس الكبيره اللي موجوده دي المفروض ان عندها من الخبره ومن الحنكه ان هي تتلافى الاخطاء الصغيره دي. طب احنا بنتعامل معاك واحنا بنتعلم منك، فالمفروض ان انت حتى تحط لي ماتيريال، انا كمقدم محتوى او حتى شخص عادي جدا اهلاوي يشوف الرد على الحاجات دي، عشان لما تتقال اعرف ارد بيها. لكن ان انا اقعد استحضر، يعني انا اسف، هي مش بيج يا صاحبي عشان اقعد اقول لك، اقعد اترول عليك اقول لك اصل ياسمين عبد العزيز كانت لسه ما اتولدتش. يعني شايف ان هي اللي حصل ده اقل بكتير قوي من قيمه النادي الاهلي ومن قيمه مجله النادي الاهلي، لان دي مجله تاريخيه المفروض. فلا، المفروض ان هي تعدل من سياستها شويه. دي وجهه نظري مع احترامي لكل الاشخاص اللي موجودين فيها. ما عنديش مشكله شخصيه مع اي حد فيهم، لكن عندي مشكله مع المحتوى اللي بيتقدم، وهي دي بقى الازمه. قناه النادي الاهلي بترد عن طريق اسامه او فارس، يعني الشباب اللي في سننا اللي احنا بنسمعهم، وبنحاول ان احنا يعني حتى برضو اللي هو ايه نتكلم عنهم شويه ونبروزهم. وده خطا تاني من النادي الاهلي او من اداره النادي الاهلي، ان انت مش قادر تبروز كوادر النادي الاهلي. سوشيال ميديا النادي الاهلي، وده هنقلنا شويه على سوشيال ميديا النادي الاهلي. سوشيال ميديا النادي الاهلي قويه جدا، قويه جدا، وفيها اشخاص كتيره جدا، اذا كان في الردود او في التحليل الفني او في التاريخ او في الحاضر، او حتى كاراء، او ناس بتتكلم عن الجمهور. في عندك نماذج وكوادر كبيره جدا وتقيله جدا، انت ما بتستغلهاش، انت ما بتتعاملش معاها، بالعكس انت بتكرهها فيك، بتقفل لها قنوات، بتعمل لها مشاكل، بتعمل لها ازمه حتى في الحوار ما بينهم وما بين بعض، مصدر لهم ازمه. لان دلوقتي ودي مشكله عندنا في السوشيال ميديا، وده هينقل يعني ده انا هتكلم فيه برضو في حته السوشيال ميديا في الاخر، في حته الجمهور، ان انت الضغط عليك بقى بيحول الناس ان بقينا بنصنف بعض، بقينا بنصنف لا ده لجنه، لا ده منتفع، لا ده مش عارف ايه، بدل ما انت تبقى قوه مركزيه واحده كده كلنا بنستخدمها في خدمه النادي الاهلي. وده اللي المفروض كان يحصل، ده ما حصلش. انت كنادي اهلي وكاداره نادي اهلي وكمنظومه اعلاميه جوه النادي الاهلي وكقناه اهلي ومجله اهلي، ما استغلتش الكوادر اللي عندك اللي موجوده على السوشيال ميديا. حتى الكوادر دي كنت تقدر بعد كده تطلعها للقنوات. اللي انت دلوقتي بتشتكي ان انا الاعلام ما فيهوش اهلاويه كتير، انت كنت ممكن تصنع كوادر جديده تظهر في الاعلام دي، زي ما حصل مثلا مع اسامه، مع فارس لما ظهروا في القهوه مع فايق. دول طلعوا من بطن النادي الاهلي. انا يعني سوري انا اسف في التشبيه، بس طلعوا من جوه. دي ناس كانت بتقدم برنامج رئيسي جوه قناه النادي الاهلي، طلعت للاعلام وابتدت تتكلم وابتدت تقدم برنامج وابتدت تظهر في برامج تانية وترد على لسان النادي الاهلي. وده اللي احنا محتاجينه. في دلوقتي شادي حبشي، في ناس كتير عشان ما انساش حد. دي كوادر كنت انت المفروض تستغلها بالشكل الامثل والشكل الصح، في ان انت بعد ما تبروزها وتلمعها جوه قناتك وجوه اعلامك، تطلعها بقى للاعلام العام ترد على لسانك. لان احنا زي ما احنا شايفين الاعلام، ومع احترامي لكل الاراء الزملكاويه، الاعلام متزملك بشكل كبير جدا. وعشان تقدر ان انت تفرض قوتك فيه لازم يبقى عندك كوادر قويه موجوده جوه الاعلام. بس انت ما عملتش كده، وقررت ان انت تحاول ان انت تغير من طريقتك وتغير من اسلوبك، وتعتمد برضو على الناس القديمه اللي موجوده عندك بنفس طريقتهم بنفس اسلوبهم. وده وصلنا ان انت دلوقتي كشباب او كجيل طالع مش متابع مجله الاهلي، ما بيتفرجش على القناه لان مش فارق معاه ايه الكلام اللي بيتقال فيها. عنده ناس على السوشيال ميديا بتقول لا انا عايز المنظومه دي. وواحده من الافكار اللي انا كانت نفسي تتنسق جوه النادي ويقدروا ان هم يظبطوها، هات يا باشا صناع المحتوى والكوادر اللي عندك على السوشيال ميديا، اذا كانت بيدجات او حاجات زي كده، تحضر معاك ندوات جوه النادي الاهلي، تعمل لهم منصه موحده. الكلام ده انا قلته من زمان جدا على فكره، يعني يشهد عليا ربنا في لايفات ومع ناس، وكتبته في بوست قبل كده حتى قبل، عشان ما حدش يدخل بس ياخد الحته دي ويقول لك اصل ما احنا قناه الزمالك وصوت الزمالك والكلام ده كله، عشان ده كلام احنا قلناه من زمان قوي، يعني من يمكن من قيمه من سنتين ثلاثه. بس لازم توحد الناس دي في حته معينه تقدر تخدم بيها النادي الاهلي. لان في الاول وفي الاخر كلنا بنعمل الحاجه دي عشان بنحبها وعشان بتحب النادي الاهلي. حط حب النادي الاهلي قدام عينيك اول حاجه، هتلاقي بعد كده كل الكلام ده وكل المشاكل دي اختفت. لان انت بتخدم النادي الاهلي، صناع المحتوى بتخدم النادي الاهلي، انت كان مفروض كقناه وكمجله بتخدم النادي الاهلي، مش بتقلل من قيمتها. طبعا الاداره برضو في الحته دي انا عندي لوم كبير جدا عليها، ولازم تاخد بالها من الحته دي برضو. ايا كان انا وصل الصوت ده او غيري يوصل الكلام ده، لازم تاخد بالها من الحته دي. لان كوادر النادي الاهلي اللي موجودين جوه السوشيال ميديا كوادر قويه جدا، عندها شخصيه حلوه جدا، تقدر ترد
بردود مقنعه جدا. مش هقول اسماء عشان ما حدش يقول لي اصل ده صاحبك واصل ده مش عارف ايه والكلام ده، يعني منهم وسام سالم عشان أنا صاحبي يعني. فانت عندك ناس تقدر ترد وتقدر تتعامل مع الحاجات دي، وفي اسماء كتيره جدا بتتكلم في التاريخ ممكن تستفيد منها، في التحليل ممكن تستفيد منها، في السكاوتنج ممكن تستفاد منها. كل الكلام ده انت تقدر تنسقه بشكل معين وتطلعه بصوره كويسه يفيد النادي الاهلي، وده ما حصلش ومش هيحصل على ما اظن في وجود الناس اللي موجوده دلوقتي. لان الناس دي يعني مش عايز اقول في عداء ما بينهم وما بين السوشيال ميديا، بس المنظومه الاعلاميه مش متعاونه في الحته دي خالص. ننقل بقى على اللعيبه. لعيبه النادي الاهلي ومع احترامي لاي حد موجود فيهم، لحد دلوقتي خليني اقول لحد دلوقتي انتوا ما تستحقوش تلبسوا فانلة النادي الاهلي جميعا. انا مش بخصص اسماء ومش هقول استثناء، كله مشارك في المهزله اللي احنا فيها دي، كله عنده مشكله، كله مش بيلعب بروح او زي ما احنا كده بنقول كجمهور روح الفانيلا الحمراء. انت بتلعب زي كده ما كابتن مختار التتش قالها كده في الستينات، انت بتلعب من اجل الشهره، من اجل الشو، من اجل الترند، اخد لقطه في ماتش فتتبروز لي في السوشيال ميديا، اعمل فلوس، اروح هنا افتتح مكان هنا، اطلع مع بدل، اعمل دعايه البدل هنا. مش بقول ان ده غلط، بس لو انا شايفك بتأدي في الملعب بنسبه مش هقول لك 100% ب 70% من مجهودك ومن اللي انت المفروض تعمله، انا ممكن عادي جدا ان انا اتقبل كل اللي انت بتعمله ده، لان دي الحياه الطبيعيه دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده. فانا شايف ان هو عادي، بس اللي مش عادي ان انت ما تعملش اللي عليك. لعيبه النادي الاهلي تما كلها، القايمه كلها مش هستثني حد، ما ادونيش الطابع ده، ما ادونيش ان انا اقدر ادافع عنك حتى في حاجه، حتى بما فيهم ابن النادي تريزيجيه اللي المفروض ان ده هداف الفريق دلوقتي وعامل ومسوي وي وي وي. لسه برضو انت مش تريزيجيه اللي انا اعرفه، ومش اللي انا كنت حاطط امال كبيره عليك ان انت هتيجي ابن النادي اللي جاي محترف من اوروبا. وانا واحد على فكره من الناس اللي بتحب تريزيجيه جدا جدا، انا بعشق تريزيجيه. ان انت جاي من اوروبا بعقليه المفروض ان انت عقليه ناضجه جدا، ان انت هتيجي كابتن فريق، مش شرط بالشاره عشان بس هي مش بالشاره، هتعدل اوضه اللبس وهتعدل اللعيبه اللي حواليك وهتنقل لهم خبراتك، هتعمل يعني اللي عليك كمستوى فني في ارضيه الملعب حتى يا سيدي لو بنسبه 70%. ده برضو ما حصلش وما شفتوش منك، ومستني منك الكتير في الفتره الجايه، لان انا تريزيجيه من الناس اللي انا كنت بقول ان ده اهم صفقه من الصفقات اللي اتعملت في الفتره دي عشان تروح بيها كاس عالم. اتمنى ان تريزيجيه يفوق، تريزيجيه بالاخص، عشان انا ده واحد من الناس اللي انا شايف ان هي هتبقى مؤثره جدا 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 مع النادي الاهلي. حاجه تانية من الحاجات اللي انا برضو شايفها في اللعيبه، المشاكل واوضه اللبس ومش اوضه اللبس والنفوس وتجديد العقود والكلام ده كله. يا اخوانا راعوا جمهور الاهلي، خلي عندكم كده اتقوا الله في جمهور الاهلي، لان جمهور الاهلي هو اللي قادر ان هو يصنعك نجم، وهو اللي قادر ان هو يخفز بيك الارض، مش بالطريقه اللي انت متخيلها ان انا هعاديك، بس انا ممكن مجهودك في الملعب اطلع بيك السما، وممكن بتقصيرك في الملعب اخلي اسمك مش موجود اصلا في على تاريخ طويل جدا في النادي الاهلي. عادي، في ناس كتيره جدا جت ومشت من النادي الاهلي مهاريا وفنيا وضحت من اجل النادي الاهلي وي 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 اللي بيبقى لها طابع الجمهور عنها. انت لازم تحسن علاقتك مع الجمهور، انت لازم تروح بعد كل جون بتجيبه تروح تحتفل مع جماهيرك. بنشوف الكلام ده في الصالات على فكره، وده سبب او سبب من اسباب حب الناس او حب الجمهور للعيبه في الصالات. بتروح تحتفل مع جمهورك وبتحبهم وبتهيص معاهم وتديهم التقدير بالمجهود اللي هم عملوه، وان ضحى بحاجات عشان يروح الماتش، فلوس ومجهود وسهر وبيات بره وسفر احيانا. روح للجمهور واحتفل معاه وروح اعتذر له لو انت اخفقت، هتلاقي الجمهور ذات نفسه بيعنفك بس بعد كده هيطبطب على كتفك ويقول لك يلا فوق بقى ويلا بينا يلا العب كوره بقى، هات لي بطولات، موت نفسك في ارضيه الملعب. وده اللي كان بيحصل على فكره، وده اللي كان بيحصل على مر السنين اللي فاتت. خلي علاقتك بالجمهور كويسه علشان خاطر ده اللي باقي لك، ولا اداره هتبقى لك ولا شهره هتبقى لك، احنا اللي بنعمل الشهره دي، وانت اللي بعد كده هتظهر في البرامج وهتظهر في الاعلام باسم النادي الاهلي. احنا اللي هنبروزك، احنا كجمهور احنا اللي هنبروزك، ومش اي انتقاد بيتقال لك على السوشيال ميديا تاخده ان هو عداوه شخصيه معاك. ده مش عداوه، ده واحد عايز يشوفك احسن لمصلحه فريق
لفريقه ولمصلحتك. انت كلاعب لما تعمل اللي عليك الجمهور هيطلع بيك السما. واحد زي امام عاشور واسامه ابو علي في موسمين فاتوا كنا بنبروزهم ان انتوا اللي عملتوا الطفره في الفريق وجبتوا لنا بطولات ومش عارف ايه، طبعا مع كل اللعيبه، بس دول اللي كانوا متبروزين عشان ده اللي كان اكتر ناس بتعمل مجهود في ارضيه الملعب. مع اختلافي طبعا مع اراء كتيره جدا بن لا امام يمشي، امام يقعد، امام مش عارف ايه، ده خلاص ده قرار في ايد الاداره، انا مش هقدر يعني اتكلم فيه. الاداره هي اللي شايفه وجوده مفيد هيكمل، هدعمه انا انا كشادي يعني هدعمه طول ما هو لابس فانيله النادي الاهلي. هيخطئ هننتقده، وهيعمل اخطاء زي الفتره اللي فاتت هننتقده وهنسلخه عادي جدا، لان انت لعيب جوه النادي الاهلي فلازم تمشي بنفس الخط السير بتاع النادي الاهلي، بنفس المنظومه بتاعه النادي الاهلي، وانت جاي وعارف كده. وامام من اللعيبه الذكيه جدا اللي بيبقى فاهم الحاجات دي. وسام طبعا، وسام عمل اللي عمله ومشي. فانا بتكلم في فكره ان انت كجمهور بروزت الاتنين دول عشان عملوا اللي عليهم في موسمين، فانت كلاعب لازم تعمل اللي عليك. هتلاقي تقدير من الجمهور، هينتقدك هينتقدك احيانا، هيضغط عليك احيانا، لان دي طبيعه الجمهور. فانتوا لعيبه المفروض خلاص احنا انتهينا من الموسم ده خلص. مش عايزين نشوف بقى الفتره اللي فاتت دي، انا مش عايز اشوفها في عينين اللعيبه تاني. الانهزام ده او الروح الانهزاميه دي في ارضيه الملعب انا مش عايز اشوفها في اللعيبه دي تاني. عايز اشوف حماس، وعايز اشوف روح في ارضيه الملعب، وعايز اشوف واحد بيموت نفسه في ارضيه الملعب علشان خاطر يطلع لقدام شويه في ترتيب جدول، في بطوله، في الكلام ده كله. لا، عايز اشوف حميه شويه على الفريق وعلى الفانيلا اللي انت لابسها، لان الفانيلا اللي انت لابسها دي مش اي فانيلا، انت لابس فانيله النادي الاهلي، اكبر فريق في افريقيا طبعا، في مصر دي ما فيهاش جدال، اكبر فريق في افريقيا من اكبر الفرق في العالم. فانت لازم تعمل قيمه شويه او لنفسك الاول، لان كده كده قيمه الفانيلا محفوظه. لازم تعمل قيمه لنفسك شويه علشان خاطر تثبت للجمهور ان انا بلعب باسمكم وباسم الفانيلا دي وبروح الناس اللي موجوده دي وبروح الفانيلا اللي انا لابسها، عشان خاطر الجمهور يحبك اكتر ويخف انتقاد عليك لو انت عايزه يخف انتقاد عليك. ما تعملش مشاكل، ما تعملش مواقف، ما تعملش ازمات في اوضه اللبس، ما تعملش ازمات مع زمايلك. كل الكلام ده الجمهور بيبقى فاهمه وحاسه وبيتعامل مع اللعيبه على اساسه. دي جزئيه اللعيبه. هاجي بقى للجزئيه اللي انا عارف ان انا ممكن الناس ما تتقبلش رايي فيها شويه او يبقى فيها مشاكل، يعني مش مشاكل بس الناس مش هيعجبها رايي فيها شويه، وهي جمهور الاهلي. جمهور النادي الاهلي مشارك في المشكله اللي حصلت دلوقتي ده. هتقول لي ازاي؟ هقول لك في انقسامات كتيره جدا جوه جمهور النادي الاهلي، في انقسامات كتيره جدا جوه سوشيال ميديا النادي الاهلي، في انقسامات كتيره جدا في الاراء. ده طبيعي، بس ان انت تخون الاراء التانية هي دي بقى اللي مش طبيعي. انت كجمهور بقى عندك مشكله، وانا اسف في اللي هقوله، يا ريت الناس يعني تفهم قصدي فيه، لان هو القصد غرض منه ان احنا يعني نشاور على المشاكل عشان نعرف نحلها. انت في نوعيه من الجمهور عندك ابتدت تتزملك. يعني ايه تتزملك؟ ابتدت تاخد الموضوع في حته ان انا هسلخ الاداره وهسلخ اللعيبه، عملوا حلو او وحش هنتقدهم، انا مش عاجبني كذا هنتقده، مش عاجبني اسم سين من الناس هنتقده، مش عاجبني سين في الاداره هنتقده. طب يا سيدي ما ممكن يبقى بيعمل صح وبيعمل غلط. الانتقاد، وفي فرق ما بين الانتقاد والسلخ عشان برضو الحته دي ابقى انا واضح فيها. انا مش بتكلم على الانتقاد اللي انا جاي اقول لك ده كذا عمل غلط فانت لازم تصلح من الغلط ده. لا، انا في عندي حته كده، ما اسلخش اللعيبه، ما اسلخش الاداره، ما اسلخش المدير الفني، اعاتبه الوم انتقد اقول رايي لكن ما هدمش. دي انا بقيت بشوفها كتيره جدا في السوشيال ميديا الاهلي، وبقيت اشوفها كتيره جدا في جمهور النادي الاهلي. في انقسام على الاراء مثلا في حته المدرج، لازم توحد الصف. في انقسام مثلا على السوشيال ميديا، ابتدوا يرموا اتهامات لبعض بده لجنه وده مش عارف ايه. وانا وجهه نظري ان دي كانت ذريعه من سوشيال ميديا الزمالك، وخلوك انت على اساسها بتتعامل. ومعلش انا اسف لو في الحته دي انا يعني بحاول اتكلم بحذر شويه عشان الناس ما تزعلش مني، لان انا برضو انا غرضي ان انا منكم، فيعني انا حتى ما بعفيش نفسي من اللوم ده. فابتدوا يزرعوها فينا ان احنا بقينا بنهاجم بعض، بقينا شايفين ان سين من الناس ده بيقول ادعم الاداره في الفتره دي، لا ده لجنه، ده منتفع، ده مش عارف ايه.
لا غلط، ده جمهور اهلي زيك، انت ما عندكش اي دليل او اي برهان ان الراجل ده لجنه او غيره او دي حاجه اتزرعت في وسطنا كده، واحنا ابتدينا للاسف بنستخدمها استخدام خاطئ. وسامحوني في الحته دي، ان احنا الكلام اللي بقى بيترمي على السوشيال ميديا الزمالك احنا ذات نفسنا بقينا بنستخدمه كسوشيال ميديا اهلي وكجمهور عادي، في بوستات وفي لايفات وفي حتى في المناقشات ما بيننا وما بين بعض. النادي الاهلي مثلا حاجه زي امام وزيزو بيقبضوا 100 مليون وتريزيجيه بيقبض بالدولار، فبقينا بننتقد اللعيبه على الاساس ده، واحنا ما عندناش دليل اصلا بالكلام ده، والكلام ده مش صح اساسا. النادي الاهلي داخل على ازمه ماليه طاحنه، والنادي الاهلي بيصرف مليارات بدون حساب واهدار مال عام ومش عارف ايه. فبقيت انا اشوف جمهور النادي الاهلي بيستخدم المصطلحات دي بيهاجم بيها الاداره عشان غضبان من الاداره. غلط، الكلام ده غلط. ما ينفعش ان انا اجي هاجم ادارتي بتهم اصلا غير صحيحه. يعني ايه اهدار مال عام؟ ممكن اقول لك غباء، هوصل لك لسقف الانتقاد، غباء اداري. انت بتصرف فلوس غلط، انت بتهدر. في فرق كبير جدا ما بين اهدار المال العام وان انت بتهدر موارد النادي. لكن اهدار مال عام وسمسره ومش عارف ايه ده غلط. مش عشان انتقد الاداره اروح للاكستريم في الانتقاد، اروح ان انا اخد مصطلحات سوشيال ميديا الزمالك بتزرعها في وسطك كجمهور اهلي استخدمها في ان انا انتقد الاداره. غلط. صفحات النادي الاهلي وسوشيال ميديا النادي الاهلي فيها رموز ويعني كوادر اهلاويه تقيله جدا وبتفهم جدا، وانا عارف حاجه زي كده. بس ساعات بنقع في الاخطاء بتاعت ان انا في عز غضبي ممكن ارمي بوست يزود المشكله اكتر مش يحلها، وده غلط. جمهور النادي الاهلي ذات نفسه بقى بيستخدم مصطلحات جديده على ودنا. سلم اللعيبه للزمالك في ماتش الزمالك، ما تروحش المدرج. ان اداره النادي الاهلي دي بتسمسر، اداره النادي الاهلي دي مش عارف ايه. الكلام ده غلط، الكلام ده بيضر اكتر ما بينفع. انا عارف ان جمهور النادي الاهلي بيتعامل، او احنا كجمهور بنتعامل بالعاطفه ومش بالمنطق، وده طبيعي جدا لان احنا في الاول وفي الاخر احنا جمهور. حب النادي الاهلي بالنسبه لنا اكبر بكتير من الاسماء ومن الناس اللي موجوده. بس ما ينفعش ان انا كجمهور ان انا اوصل للمرحله دي لسبب صغير جدا، وده اللي احنا بنقوله اصلا، ان انت بوصله النادي الاهلي دي انت كجمهور. يعني كان مندو سام دايما بيقول الجمله دي في اللايفات وحتى في الفيديوهات، انت بوصله النادي الاهلي دي، انت اللي قادر كجمهور ان انت تعدل الدفه، ولا اداره ولا لعيبه ولا ايا كان ولا اعلاميين ولا كوادر. انت كجمهور نادي اهلي هو انت اللي قادر تعدل الدفه دي. جمهور بقى مدرج، جمهور سوشيال ميديا، صفحات، طبعا صفحات جماهيريه، لان في صفحات كتيره جدا جماهيريه النادي الاهلي، بس انت اللي قادر تعدل الدفه دي. وانا اسف في المصطلح اللي انا هقوله ده، بس يعني افهموه صح. لو انا معوج مين اللي هيعدل؟ يعني لو انا ذات نفسي عندي مشكله مين اللي هيعدل؟ محدش. انا اللي لازم اعدل الموضوع ده، انا اللي لازم انتقد الاداره في وقت معين اعرف اخليها تعدل المشكله دي، مش اهدمها. انا اللي قادر ان انا اوقف اللعيب على رجله، مش ابطله كوره. انا اللي قادر ان انا في وقت الدعم ادعم الفريق عشان اوقفه تاني يكسب بطوله او يبتدي ياخد خطوه لقدام. وانا اللي برضو بانتقادي الشديد قوي والسلخ ان انا اهدم الفرقه دي. انتوا فاكرين ان صوتك انت كجمهور او حد على السوشيال ميديا ان ده عادي؟ لا مش عادي، لا مش عادي ومسموع، واللعيبه بتشوفه واللعيبه بتسمعه. فما ينفعش ان انا اروح للاكستريم قوي في الانتقاد، لان في الاول او في الاخر انا كجمهور اللي قادر اعدل الاداره، اللي قادر اعدل اللعيبه، اللي قادر ان انا اعدل الاتهامات اللي بتتقالك من سوشيال ميديا الزمالك مثلا. فانا اللي قادر ارد عليها وقادر ان انا اظبط الريتم تاني في المسيره بتاعت النادي الاهلي في الفتره الاخيره دي. انا اصلا كسوشيال ميديا انا متخبط، عندي مشاكل لازم احل. يعني ما اظن ان جمهور النادي الاهلي هو ممكن يكون اخر عنصر في المنظومه دي ممكن يتلام. بس انا بحط دايما في الحسبان ان انا كجمهور نادي اهلي، وانا مش طبعا مش بتكلم على باسم الجمهور، انا بتكلم على رايي الشخصي، ان انت كجمهور انت اللي قادر تعدل وانت اللي قادر توجه الدفه صح. فلازم انت تعرف فين اخطائك وتحلها. كنت حتى في حلقه وسام من البيت كنت قلت له الحته دي، قلت له احنا كلنا مشتركين في الخطا اللي موجود ده، عندنا مشاكل، كلنا عندنا مشاكل، لازم نحل مشاكلنا دي عشان نرجع تاني النادي الاهلي اللي احنا عارفينه. اداره النادي الاهلي مخطئه بشكل كبير جدا عن الموسم ده، طبعا وفي كلام كتير بنسمعه وفي كلام كتير جدا بيوصل لنا، مش حابب ان انا احكي فيه، بس يبين قد ايه ان اداره النادي الاهلي فيها تخبط، فيها مشاكل، فيها ازمه. حل ازماتك دي عشان تقدر بعد كده تعرف تمشي صح. لعيبه ركز في الملعب،
العب باسم النادي الاهلي، العب لجمهور النادي الاهلي، حب الجمهور عشان الجمهور يحبك. احنا كجمهور ما بنكرهش حد، احنا كجمهور ما بنعاديش حد، بس اللعيب اللي او اللعيب اللي بيخرج بره مسار النادي الاهلي وقيم وثوابت النادي الاهلي، انت كده قضيت على مسيرتك مع الجمهور بايدك. فارجع تاني، لان انت اللي بتحدد مصيرك بايدك، انت كلاعب انت اللي بتحدد مصيرك بايدك. طبعا انا حاولت ان انا اتكلم كده باختصار عن رايي الشخصي في الفتره اللي فاتت دي، يعني مش بحاجه مترتبه او بحاجه بمعلومات كتيره، بس حاولت ان انا برضو ان انا ادخل حته يعني او الفتره بتاعت كابتن مختار التتش باللي احنا فيه ده، لسبب صغير، ان احنا بعد الازمه اللي حصلت لنا في الستينات دي، انت دخلت في السبعينات والثمانينات، طبعا كل عارف النادي الاهلي عمل ايه في السبعينات وفي الثمانينات، او في يعني في فتره متاخره من السبعينات والثمانينات، طبعا فتره ازدهار النادي الاهلي في افريقيا في الثمانينات. فده يعتبر زي ربط كده عشان نعرف ان النادي الاهلي راجع. انا عندي يقين بكده، النادي الاهلي ما بيفضلش في المشاكل دي فتره طويله، ما بيفضلش في الازمه دي فتره طويله، بيحل في اسرع وقت، بيرجع تاني يمشي صح وبيسمع لصوت جمهوره. اتمنى من اداره النادي الاهلي نهتم شويه بملف الصفقات، بملف الجمهور، بملف كوادر النادي الاهلي اللي انت تصدرها بعد كده للاعلام. واتمنى ان انتوا عندكم خريطه كده تقدر تمشي عليها الفتره الجايه تحل مشاكلك دي. لعيبه زي ما قلت خلاص ركز، عندك موسم جديد اهو، المفروض ان انت مطالب منك ان انت تكسب كل البطولات. سوشيال ميديا النادي الاهلي وكوادر النادي الاهلي، حبوا النادي الاهلي اكتر من اي حد، بلاش صراعات، خفوا صراعات شويه، خفوا نركز مع الزمالك شويه، خفوا ان احنا طبعا نرد على الباطل، ده اساسي، بس بلاش الصراعات اللي موجوده جوه السوشيال ميديا دي، نحاول ان احنا نخفها شويه. حتى لو انت مش متقبل راي حد او مش متقبل وجوده او مش متقبل مثلا طريقته، حاول ان انت تتجنبه، او لو عندك نصيحه تقدر تنصحه بيها، عندك حاجه. انتوا في الاول وفي الاخر كلنا بنخدم كيان اسمه النادي الاهلي، وظيفتنا ان احنا نخدم كيان النادي الاهلي. لو انت قررت ان انت تعمل فيديو او تفتح كاميرا تتكلم باسم النادي الاهلي، فانت بتتكلم عشان انت بتحب النادي الاهلي، بتتكلم عشان مصلحه النادي الاهلي، فبتتكلم من منطلق حب النادي الاهلي. فحاول ان احنا حتى نقرب وجهات النظر لبعض. طبعا انا اسف ان الفيديو طول، انا ما كنتش متخيل ان انا هوصل ل 50 دقيقه ويمكن اقل من 50 دقيقه شويه بعد المونتاج يعني، بس اتمنى ان انا يعني الفيديو ده يبقى خفيف شويه كده وبس. ودي كل حاجه انا كنت حابب ان انا اقولها في فيديو النهارده. هحاول ان انا انتظم شويه في الفيديوهات، انا عارف الناس يعني بتطالبني ان انا انتظم شويه، وان شاء الله هيبقى في فيديوهات تاريخ كده زي ما قلت، ومش هنقطع طبعا فيديوهات التاريخ باذن الله، وهيبقى في ان شاء الله باذن ربنا. يعني انا هحاول ان انا نعمل شويه حاجات كده حلوه في السوشيال ميديا النادي الاهلي، ان انا اجيب ناس، ويا ريت الرساله توصل عشان هو تعب قلبي معاه استاذ محمد حلاوه، يطلع معانا كده في مره يتكلم في حاجه او يساعدنا. طبعا هو محمد ما يعني اذا كان محمد او احمدي او عزت ما بيتاخروش عليا في اي حاجه بصراحه، وناس من الناس اللي بتساعدني جدا يعني. فنحاول ان احنا نعمل حاجه كويسه ان شاء الله قريب باذن الله يعني، ربنا يسهل. واتمنى ان لو في تعليقات او اختلاف في الاراء، او الناس مش عاجبها مثلا جزئيه معينه انا قلتها او حاجه، عادي جدا، بنتقبل راي بعض، بنتقبل كلام بعض، مع الوقت بنتطور، مع الوقت بنبقى عارفين بنقول ايه وما بنقولش ايه. انا بتكلم بدون حسابات، وده اللي هحاول ان انا امشي عليه يعني، مش هتكلم بحسابات او بان انا بفضفض مع الناس او مع جمهور الاهلي زيهم. ف يعني لو مختلفين في الاراء ممكن عادي نتناقش، نسمع اراء بعض. الناس اللي مختلفه معايا في الراي طبعا الكومنتات موجوده، اختلف معايا براحتك، اتكلم معايا براحتك، عادي جدا. انا ما بتضايقش من الانتقاد، ما بتضايقش من الاختلاف في الاراء، عادي جدا. برضو هتلاقينا 2 3 4 اصحاب قاعدين مع بعض بنتكلم، كلنا ارائنا مختلفه، عادي، ده طبيعي، وده الحلو في جمهور النادي الاهلي. طيب ده كان فيديو النهارده، واتمنى ما كنت تقيل عليكم يعني. ببساطه كده كان رايي في الفتره اللي فاتت. ان شاء الله الموسم اللي جاي يبقى احسن بكتير، وانا متاكد من حاجه زي كده باذن الله. ممكن بقى فيديو تاني يبقى قريب بقى ننسق فيه كده شويه كلام، نقول ايه الاخطاء وايه الحلول، ولو عندنا حلول نقولها. لان برضه هو كله مش انتقاد بس، لو حد يقدر في ايده حلول يقدر يقولها برضه هنقولها في الفيديوهات. وبس كده اخر الفيديو. بس انا وده حاجه انا هتعود عليها في الفتره اللي جايه، ان انا اخر كل فيديو هحاول ان انا ارشح لكم، طبعا مش هيبقى في كل الفيديوهات، بس هحاول ان انا ارشح لكم بيج او يوتيوبر او حد من صناع المحتوى جديد نفيد ونستفيد، ان ممكن يبقى حد مش متابعه ومش شايفه يشوفه ويعجبه. والنهارده يعني هحاول ان انا اتكلم معاكم او اقول لكم على بيج اسمها، على طبعا موجوده على الفيسبوك او على اليوتيوب او على التيك توك برضو موجوده، وهي قناه الدكه. هم اتنين من احسن الاتنين اللي انا شفتهم في التحليل بصراحه في الفتره الاخيره. قناه جميله جدا،
هسيب لكم طبعا وانا بتكلم، هسيب لكم حاجات من التشانل عندهم. ناس انا اتشرفت جدا بمعرفتها. طبعا بيعملوا لايفات تحليل وقبل الماتش وبعد الماتش، وبيتكلموا في اوروبا برضو، يعني متنوعين شويه. قناه ممتازه جدا. طريقه عرض الحاجه عندهم بسيطه وسهله وجميله، منسق ونضيف وشغل متعوب عليه يعني بمعنى صح. يعني تابعوهم وشوفوا كده، اتفرجوا على فيديوهاتهم ولايفاتهم، هم ناس لذيذه جدا وبيوصلوا المعلومه ببساطه وبسهوله. مش انا واحد مش من الناس المحبين قوي للفنيات، بقعد اتابعهم واتفرج عليهم لانه بيوصل المعلومه بسهوله جدا. يعني اتمنى ان انتوا تشوفوهم. ده طبعا اللي هيتفرج على الفيديو، انا اقل واحد في السوشيال ميديا طبعا، ما عنديش مشاهدات كتير، بس يعني لو حد شاف الفيديو يعني وعايز يتابعهم برضو، هم ناس كويسه جدا وناس في قمه البساطه والاخلاق والجمال، وبيقدموا معلومات بسيطه جدا بطريقه منسقه وشكل كشكل عام نظيف وحلو، مشاهده بصريه كويسه جدا. فيعني تابعوهم، ناس جميله يعني.